والله أول حاجة شكرا سي عادل على على معناها حضورك اليوم. أول حاجة احنا الاتحاد العربي اليوم فما علاقة خاصة ما بينه وما بين الدولة التونسية وما بين الجامعة التونسية لألعاب القوى، لأنه كل ما طلب منا تنظيم أي بطولة احنا كنا مستعدين لها، وخاصة في السنوات اللي فاتت ومدة معناها حتى السنوات الكورونا معناها 2019 و2020 اللي كانت سنوات صعبة على العالم الكل، ولكن احنا ما وقفناش التنظيم. وكانت تونس مستعدة في كل وقت أنها تقبل بطولات، بالرغم اللي برشا بلدان ما قبلوش معناها كالمغرب، كبلدان في الخليج اللي عندها معناها إمكانيات، معناها عندها إمكانيات أكثر من إمكانياتنا احنا، ولكن ليه ظروف بطبيعة الحال صحية. وتعرفوا أن كورونا هذه مرة تضرب في أفريقيا، مرة تضرب في آسيا، ومعناها والأمور الصحية هما كانت يتعذر عليهم في اخر وقت يجي ومعناها يعمل انيولاسيون تاع البطوله. فاحنا كنا والاتحاد العربي كان مجبر انه باش يقوم بكل برامجه، وتونس كانت معناتها مستعده لتنظيم البطولات هذه، والحمد لله زاد وفقنا ربي ان نظموها في تونس. كانت 4 بطولات ناجحة على العدد معناها نتاع الحضور، على عدد التنظيم زاد نفس الشيء، وفي فترة سريعة جدا معناها كيما البطولة هذه بالضبط، لأن كانت تنظيمها بريفيو في سوريا معناتها في الشهر اللي فات، آخر شهر معناها أفريل. سوريا تعذر عليها لظروف معناها زاد معناها ظروف، انا الحقيقه نقول خاصه تنظيميه، لانه هي راجعه زاده في السياحه معناها معناها على مستوى العربي وكل، وحتى على مستوى السياسي. فمعناها كانت مستعده، ولكن اخر وقت من الحقيقه ما نجموش، فاسند لنا التنظيم الاتحاد العربي، وكنا احنا زاد سريعين في الجواب. انا في 24 اور جاوبناهم سي انا. خالد، هي هذه يعني البطولة يعني نسختها الأولى، يعني صحيح يعني فما 17 دولة مشاركة، يعني فما اللي تسعة يعني بلدان يعني نسبة كبيرة من المشاركين، فما 8 بلدان يعني نسبة ضئيلة يعني من المشاركين، يعني كما كنت تذكر تو حضرتك، يعني لكونه فما أسباب أمنية، فما أسباب مالية. اليوم هذه النسخة الأولى حسب يعني رؤية الجامعة التونسية لألعاب القوى، ولا حتى يعني الاتحاد العربي لألعاب القوى. هل ترى أنه في النسخة القادمة باش يكون الإقبال أكثر من هكا؟ ولما لا يعني أنه يعني الجامعة التونسية لألعاب القوى مستعدة مرة ثانية أنها باش تنظم البطولة هذه؟ هو راهو هذه النسخة الأولى على مستوى الاتحاد العربي. في أوروبا يعملوا الفئة العمرية بتاع 23 سنة هذه عندهم مدة يعملوا فيها، لأنه هي معناها نقولوا احنا فئة انتقالية ما بين الشباب الشباب. اللي هي جونيور دوزيام اني، والسينيور اللي يدوم حتى 30 سنة ويكون معناها متمرس. فاحنا الفترة الانتقالية هذه نخسروا فيها برشا عدائين، والدراسة أبرزت أنه إذا كان ما ناخذوش معناها الفئة العمرية هذه يتبراو مع بعضهم في نفس معناها الحجم الفني معناتها نفس الظروف التكنيك. لا، نفس الظروف، ما نحكوش الظروف التدريبات هذيك حاجة أخرى، ولكن مثلا على 100 متر ويبداو متقاربين على مستوى الأرقام على في جميع الاختصاصات. فباش ينتقلوا من بعد انتقال معناها سهل، باش يمشيوا من بعد للفئه العمريه اللي هي كبيره ويشاركوا في بطولات عالم معناها السينيور. فاليوم على مستوى افريقيا ماهيش موجود. واحنا بسيفتي انا رئيس شمال افريقيا، زاد معناها باش ان شاء الله السنه والكالندري 2024 باش نحطوها، وباش نعملوا ان شاء الله بطوله ولا اثنين في شمال افريقيا على مستوى فئه 23 سنه. هي البطولات ديما تجي عام بعد عام معناها كل سنتين. السنه صارت في تونس، ان شاء الله بعد عام اخر ماهيش باش تكون موجوده، وان شاء الله تصير في بلد اخر. ربما ما نعرفش الى حد الان ما فماش اختيار. فيما يخص المشاركه، البكري انت سالت السؤال وقلت انه فما بلدان عندها قدره في التنظيم وفما بلدان ما عندهاش قدره، وبلدان عندها قدره في المشاركه واخرين لا.
بطبيعه الحال احنا ما ندخلوش في لي ديتاي هذوما، راهو لانه فما بلدان تحب تشارك مثلا بعد دولة ولا اثنين، تقول لك هذا هو البطل اللي انا مراهن عليه، وهذا اللي انا عندي فيه برنامج باش يمشي مثلا بطوله عالم ولا العاب اولمبيه عام الجايه 2024. فيبدا التحضير معناها من تو، باش يدخل هو الترقيم نتاعو باش يعمل معناها المينيمال اللي يعني هما فنيا سي خالد، يعني تعتبر يعني بطولة الشباب هذه، يعني نجم تعتبرها بطولة تحضيرية للفئة يعني مستقبلية، يعني في المستقبل. هذيك هي بالضبط، هذيك هي بالضبط. لانه احنا السينيور معناتها الفئه من اكثر من 23 هذوما ديجا عندهم برامجهم وعندهم ميزانياتهم، وهذو نحكي على تونس، انا مانيش نحكي على بلدان اخرى. هذوما معناتها خصوصياتهم وحدهم وتدريباتهم، وعندهم معناها الستاجات نتاعهم معناها في معناها والمشاركات نتاعهم. فيما يخص الفئه العمريه هذه، مازالت اول حاجه احنا في تونس مازالت هشه. ثم هي توا الفترة هذه فترة امتحانات، أغلبيتهم يعديوا في البكالوريا، وربما حتى معناها البروميير ولا معناها القسم الأول والثاني في التعليم العالي. معناتها ما زالت هذوما احنا نحبوا نعطيهم فرصة باش يزيدوا يعطيوا نتائج أكثر. والبطولة هذه معناتها جات في وقتها، باش هذايا فيما يخص تونس. فيما يخص زاد البلدان الأخرى نفس الشيء، معناتها اللي عندهم حجم وقدرة للمشاركة، واللي ما عندهمش نفس الشيء. حتى البلدان اللي عندها قدرة يعني التنظيم، ما نتصورش إذا كان باش يكون يعني ماهيش باش نجم تنظم ولا، ولكن يعني أكثر البلدان نتصور أنها تكون همها الوحيد هو تحضير يعني فئة عمرية منتخب الأكابر، وتخمم يعني في مستقبل المنتخب. هي راهو كل جامعة ماذا بها تبدأ عندها عدائين في مستوى معين باش يشاركوا في البطولات الدولية اللي هما بطولة عالم وإلا معناها ألعاب أولمبية. والنتائج معناها والتحضيرات تبدأ من فئة الشباب حتى معناها فئة الأكابر. وهذه فئة 23 سنة معناها سي الانترميديير اللي هي تعدوا بها. ولا شكرا لك. مرحبا بك. كان معنا سي خالد رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى. إن شاء الله جاوبنا سي خالد، وكما شفتوا كانت الأجوبة متاعنا يعني صريحة جدا. سي خالد إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة، وإن شاء الله رياضة ألعاب القوى ديما هي الأولى في تونس، والرياضة ديما في تحسن. بارك الله فيك سي عادل، ونشكروك أول حاجة على أنك معناها قبلتنا، وجمهورك معناها إن شاء الله معناها يكون متواجد في ملعب رادس. احنا من يوم 20 إلى يوم 24 بطولتنا ألعاب القوى، راهي بطولة معناها ألعاب القوى هي اللعبة الأم لكل الرياضات. ثم معناها أول حاجة لعبة مؤمنة ما فيهاش معناها عندنا السيكوريتي الرياضات. ثم معناها مفتوح الملعب معناها مجانا لكل العائلات ومعناها المتفرجين. مرحبا بكم.